بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في درس جديد للتوعية في مجال الأرواح. اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع مهم، واحد الكلمة أو واحد اللقب كنسمعوه بزاف عند المشعوذين والسحرة اللي كيرصدوا الأضرحة وكيديروا فيها طقوس السحر والذبائح. هاد الكلمة معروفة عندهم، كاين اللي داير بها واحد رمز ديال القوة، ولكن هو صراحة هو في نقطة ضعف وكيغامر براسو بدون ما يعرف. ميمون البواب. شكون هو ميمون البواب في عالم الأرواح؟ الاسم اللي كيتكرر عند السحرة الكبار، ماشي غير حيوان أسود، ولكن هو كائن رمزي وطاقي عنده دور كبير في فتح مجالات روحية خطيرة. في الثقافة الروحانية المغربية، الجدي الأسود أو المعزة الكحلة هو حيوان مشحون بطاقة غامضة ومظلمة، وكيتم تقديمه كأهم القرابين في طقوس استحضار الأرواح الشيطانية. السحرة كيعتبروه بواب، يعني وسيط طاقي بين العالم اللي عايشين فيه والعوالم الغيبية اللي فيها الجن والشياطين. ولكن علاش اللون الأسود؟ وعلاش هاد الحيوان بالضبط كيتعتبر حاجة أكبر من مجرد ذبيحة؟ الجواب كاين في فلسفة السحر الأسود اللي كتآمن أن الأسود هو لون الامتصاص، لون الظلال ولون الخفاء والطاقة السلبية. السحرة كيعتقدوا أن اللون الأسود كيجذب الكيانات المظلمة، ودم الحيوان الأسود كيحمل قوة طاقية كتسهل عليهم عملية الفتح الروحي، خصوصا إذا كان هذا الطقس مرفوق بعهد الدم وتلاوة طلاسم بلغة شيطانية. غالبا ما تكون كلمات غير مفهومة لغير العارفين، وهذا الرابط كي يحيلنا الواحد اللقب، واحد المخلوق مذكور في كتب السحر عند النصارى وعند اليهود وجميع كتب السحر القديمة. هو رمز شيطاني قديم، الاسم ديالو هو بافوميت. شكون هو بافوميت؟